بدكن نعمل كيك بدون سكر بدون زيت وبدون زبدة، يعني وصفة لأصحاب الدايت، رح تدعولي عليها أنا واثقة. كتبت لكم المكونات بالتفصيل لحتى تقدروا تحتفظوا فيها. وهلأ رح نبلش. رح تضيف أول شي التمر المقطع فوق الحليب المغلي، ورح أتركهم تقريبا منقوعين شي 10 دقايق. حضربهم على الخلاط واتركهم يبردوا تماما. وهلأ رح أضيف البيض والفانيليا ورح حرك بحدود 3-4 دقايق. وهلأ رح أضيف باقي المكونات مثل ما موجود عندكم. ورح نقلبهم ليتجانسوا. وهلأ بنحطهم بقالب. طبعا القالب إذا بيلزق معكم دهنوه بطحين وزبدة، بس أنا ما بيلزق معي. هي الحباشات اللي علوش فيكم بلاها، هي اختيارية. رح دقه منيح مشان يطلع منه الهواء، ورح حطه بفرن محمم مسبقا على درجة حرارة 180 تقريبا من 35 ل 45 دقيقة. وطبعا بعد ما طلع رح نتركه يهدى 10 دقايق وبعدين نتركه يبرد تماما. وبهيك بيكون صار عندكم أطيب كيك لذيذ وصحي مناسب كتير للي عاملين دايت وللأطفال. جربوا الوصفة وادعولي، وألف صحة وهنا.